نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم سير وأعلام ومناسبات وهدايات في جزء عامة المبارك. كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن سورة المسد وعن تطبيقها في حياتنا اليومية، وها نحن نحط رحالنا في سورة وموضوع آخر من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي سورة النصر. سورة النصر وتسمى سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وتسمى سورة التوديع. وسنناقش موضوع هذه السورة وأبرز تطبيقها وفي تطبيقاتها في حياتنا اليومية. وبادئ ذي بدء نذكركم أعزائي المشاهدين بأننا نستقبل مشاركاتكم على شبكة سلام الإعلامية في منصات التواصل الاجتماعي وعلى أرقام الواتس التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج. والآن نشرع في قراءة سورة النصر، ثم نتأمل بعض السير والأعلام والحكم والتطبيقات التي نريد أن نطبقها في حياتنا اليومية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة النصر، سورة التوديع. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أي نصر وأي فتح وأي استغفار وأي تسبيح ينشده نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته في تلك الحقبة. قول ربنا سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، أولا أنها هذه السورة سورة مكية، والنصر والفتح مقصود هو فتح مكة بإجماع جمهور العلماء بأنه فتح مكة. طب ما طبيعة هذا الفتح ومتى حصل وكيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة قريته الأولى ومراتع صباه، وكيف تجهز الجيش الإسلامي لدخول فتح مكة؟ هل حدث هناك قتال؟ وكم مدة القتال؟ وكم عدد القتلى؟ وما حال نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الغزو أو عفوا بعد الفتح؟ كيف كانت مكة؟ كيف استقبلت مكة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القائل لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، والله إنك أحب البقاع إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، يعني فتح مكة. أولا الهدف من فتح مكة
وهو حال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهدفه في كل الغزوات هو نشر دين الإسلام ودعوة الناس إلى الإسلام ومنع الفتنة وإزالة الحواجز التي تصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا حقيقة أي غزو يغزوه المسلمون: قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. إذن أعزائي المشاهدين، حقيقة ثابتة في سبب ودوافع غزو النبي صلى الله عليه وسلم هو نشر دين الإسلام. ثم كان هناك هدف خاص لفتح مكة، وهو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لحلفائه من قبيلة خزاعة لما اعتدت عليهم قريش وحلفاؤها. ففي السنة السادسة من الهجرة النبوية عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش صلحا، وهو صلح الحديبية، لمدة 10 سنين، وخيروا القبائل والناس، من شاء أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش فله ذلك. وفي السنة 8 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام هاجمت بنو بكر بمعونة قريش قبيلة خزاعة، وقبيلة خزاعة كانت حليفة للمسلمين، فقتلوا منهم جماعة، وبهذا نقضت قريش وحلفاؤها صلح الحديبية. فسار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لنصرة حلفائه من خزاعة. فلما انقضت الحرب وانقضى القتال بين خزاعة وقريش، خرج رجل وهو عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صوب المدينة، وهو جالس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا يردد: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتونا بالوتير هجدا، الوتير هو بئر باغتوهم فيه، هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا سجدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا. قال ابن إسحاق: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. فكان ذلك ما هيج النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة. كذلك باشر النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة، لأن قريش مستعدة وحلفائها، باشر النبي صلى الله عليه وسلم كل أسباب القوة والنصر، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز، وأمر أهله بتجهيزه. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز، وأمر أهله أن يجهزوه. فدخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تحرك بعض جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أي بني، أأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجهزوه؟ قالت: نعم. فتجهز.
قال فأين ترينه يريد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أحد من الناس بأنه يقصد مكة لغزوها أو لفتحها. فقال أبو بكر الصديق لابنته: أين ترينه يريد؟ قالت: لا والله ما أدري. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة، وأمرهم بالجد والتهيؤ. وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إخفاء الأمر عن أهل مكة حتى يباغتهم، وقد يسر الله له ما أراد، فلم تشعر قريشا بالأمر حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه قريبا من مكة بمر الظهران. نقل الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ل10 مضين من رمضان، فنزل صلى الله عليه وسلم مر الظهران في 10,000 من الناس، أي معه 10,000 من الصحابة في جيشه الكريم، فيهم 1000 من مزينة و700 من سليم. وقد عميت الأخبار على قريش، فلم يأتيهم خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدرون ما هو فاعله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإفطار لأنه كان في رمضان ليتقووا به في غزوتهم ولما اقتربوا من العدو وكانوا في شهر رمضان. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر، فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. وكانت عزمة فأفطرنا. ولما اقترب نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة بدأ يتخذ الإجراءات العسكرية التي ترعب قريشا وتقعدها عن القتال. فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بمر الظهران أمر أصحابه ليلا بإيقاد النيران، وهذا ما أرعب عيون قريش. وورد عند ابن سعد في الطبقات الكبرى قال: ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران عشاء، فأمر أصحابه فأوقدوا 10,000 نار، ولم يبلغوا قريشا مسيره، وهم مغتمون لما يخافون من غزوه إياهم. فبعثوا أبا سفيان بن حرب يتحسس الأخبار، وقالوا: إن لقيت محمدا فخذ لنا منه أمانا. فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، فلما رأوا العسكر أفزعهم. وكانت هذه المباغتة دافعا لأبي سفيان ليقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من صناديد قريش ويعلن إسلامه، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يرى منه قوة جيش المسلمين. ولما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة على بعد 22 كيلا في مر الظهران، عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه هناك ونظمه استعدادا لدخول مكة، فوزع الجيش على كتائب، كل كتيبة تمثل قبيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من المهاجرين والأنصار في كتيبة كما مر في الحديثين السابقين. ثم قسم نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الجيش لما قدم مكة على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة الزبير بن عوام، والرجالة والحسر الذين لا دروع لهم بقيادة أبي عبيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم في كتيبة في مطلع الجيش. وفتح مكة رغم أنه يعد أعظم الفتوح ويعد حدثا فاصلا في تاريخ الإسلام والبشرية، إلا أن قتل هذا الفتح لم يتجاوز العشرات. وذكر ابن سعد أن عدة من أصيب من الكفار
24 رجلا، ومن هذيل خاصة 4، وقيل مجموع من قتل منهم أي قريش 13 رجلا. وقلة القتلى مقارنة بعظم الفتح، قلة القتلى مقارنة بعظم هذا الفتح العظيم راجع إلى 3 أمور. الأمر الأول الإجراءات الحربية التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم واتخذها استعدادا وسرية في القدوم إلى مكة، وكل ما سبق ذكره كان له بقدر الله تعالى أثر عظيم في دخول الرعب في قلوب أهل مكة. والأمر الثاني هو عظم وحرمة المكان الذي وقع فيه القتال، وهو الحرم المكي، فكان هذا حافزا إلى كف المسلمين لسيوفهم ما أمكنهم ذلك. ولهذا كما قال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان أخبره أبو سفيان ما قاله سعد بن عبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. رواه البخاري. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأخذ خزاعة إلا بأن تأخذ ثأرها من بني بكر إلا ساعة من النهار. أذن لهم ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بأن تأخذ خزاعة ثأرها من بني بكر ساعة من النهار، من نهار العصر من يوم الفتح، ثم أمرهم بكف أيديهم عن القتال. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال: كفوا السلاح. والأمر الثالث في قلة القتلى في ذلك الفتح هو رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس والجنوح إلى السلم، فنبينا هو نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبينا يريد والله فوق ذلك أن ينتشر هذا الدين بكل سلم وبكل اطمئنان على هذه البشرية. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. رواه الإمام مسلم. وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد يعني المسجد الحرام فهو آمن. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنوده ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن هذا مقدمة ونبذة يسيرة عن فتح مكة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وكل قريش ماثلة أمامهم، فقالوا: ما ظني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وصعد أحد الصحابة فوق الكعبة وأذن أذانا يسمع كل حي. هذا هو فتح مكة. ولنا في فتح مكة دروس وقصص وسير كثيرة جدا، أبرزها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة متواضعا خاشعا متذللا منكسرا منقادا لله سبحانه وتعالى، شاكرا لنعمته بأن مكنه الله سبحانه وتعالى من دخول هذا البلد الحرام وهو مكة، أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. من الدروس أن الإنسان يشكر نعم الله سبحانه وتعالى كلما رأى من الله سبحانه وتعالى نصرا وتمكينا وتأييدا أن يقابله بالحمد والاستغفار وشكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في ختام هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. من الهدايات العملية أن يقابل الإنسان كل نصر وكل فتح وكل تمكين بالخشوع والخضوع والذل والانكسار. كذلك من الهداية العملية أن الإنسان أن يقابل شكر نعم الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والاستغفار. قال ابن عباس بعدما أنزلت هذه السورة: فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكثر قوله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وفي رواية أخرى كان يكثر من قوله بعد هذه السورة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي رواية أخرى سبحانك اللهم وبحمدك اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية إني لأستغفر الله في المجلس أكثر من 70 مرة. كل هذا دلالة على أن الاستغفار له فضل عظيم، وأنه شكر يوازي نعم الله سبحانه وتعالى. الإكثار والاستغفار من التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار. وكذلك من الهدايات العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في أثر ابن عباس أن هذه السورة هي نعي للنبي صلى الله عليه وسلم باقتراب ودنو أجله الشريف صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أي يا محمد قد حققنا لك مرادك بأن دخلت مكة فاتحا ناصرا منه سبحانه وتعالى، بل بأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا زرافات ووحدانا، جماعات، كل قبيلة تدخل الإسلام بكل يسر وسهولة لما ربنا سبحانه وتعالى قدره في ذلك اليوم العظيم وهو يوم الفتح. وها انتهت مهمتك يا محمد، فرغناك الآن لآخرتك فسبح بحمد ربك واستغفره. وقال ابن عمر أن هذه السورة نزلت في أوسط أيام التشريق، فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق في الحج، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر راحلته القصواء فارتحلت ثم قام فخطب في الناس. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوازي هذه النعم من الله سبحانه وتعالى بالشكر. وهكذا كل مؤمن في حياته أن يشكر الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، أن يشكر الله سبحانه وتعالى في الخير وفي الشر الذي لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه وتعالى، وأن يقابله بالاستغفار وأن يقابله بالحمد. هكذا كانوا أنبياء الله، هكذا كانوا أولياء الله إن أرادوا أن يفتحوا وإن كانوا فاتحين ممكنين لدين الله سبحانه وتعالى، فما تكون هيئتهم إلا يكسوها الاستغفار والتسبيح، وكان لبوسهم الحمد والتكبير والتهليل. هذه هي القدوة التي يقتادها الناس من نبينا صلى الله عليه وسلم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة بأنه كان إمام المستغفرين. حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستغفر آناء الليل وأطراف النهار، وأن نذكره سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حالة وفي كل حين. والاستغفار كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وفي ذلك اليوم العظيم حصلت أمور كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم أناس من قريش، وذلك لما سببوه من أذى شديد في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحابته من هجوهم وشعرهم وكلامهم. كل ذلك سبب أذى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللنبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم.
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من المواقف لما رأى أخته، لما قابل أخته، وكذلك لما قابل أحد الصحابة. كل ذلك قصص في ذلك اليوم تحكي فضل النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته الكريمة علينا وعلى أمته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه ربنا رب العزة والجلال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل. به للصالحات وللمكارم والتقى، نور على مر الزمان يقول الله تعالى في محكم تنزيله من سورة النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم والسنة النبوية هما محض احتياج المرء في كل أموره، في دينه وفي دنياه وحتى في آخرته. فالله سبحانه وتعالى لم يترك لنا شاردة ولا واردة إلا أوضحها لنا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. لكن نحن عامة الناس قد يصعب علينا فهم الآية أو يستشكل علينا معنى الحديث، وهنا يأتي دور العلماء الربانيون الذين هم ورثة الأنبياء، وعلى الهدى لمن استهدى أدلاؤه. فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الاتصالات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكل أموركم ومسائلكم الفقهية والحياتية وغيرها، مع كوكبة من علمائنا الأجلاء، فكونوا على الموعد. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا، وهذه هي رسالة السلام. يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، نور على مر الزمان تألقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حديثنا فيما تبقى من هذه الحلقة المباركة عن النصر في القرآن الكريم. كلمة النصر في القرآن الكريم، موضوعها في القرآن الكريم. أولا سنأخذ المعنى اللغوي لهذه الكلمة وهذه المرادفة، وهي النصر. فالنون والصاد والراء أصل صحيح يدل على إتيان الخير، ونصر الله للمسلمين هو أتاهم الظفر على عدوهم، ينصرهم نصرا. والمعنى الاصطلاحي لا يختلف عن المعنى اللغوي،
ولكنه يتضمن عدة معاني، منها العون والتأييد والعطاء ودفع الضر، فنصر فرد أو جماعة يشمل إعانتهم بالقول أو الفعل، وتأييدهم بالقول أو الفعل، أو إعطاؤهم ما ينصرهم ودفع الضر عنهم. ولهذا أشار الشوكاني رحمه الله قال عن كلمة النصر، قال هو التأييد الذي يكون به قهر الأعداء وغلبهم والاستعلاء عليهم. والنصر، كلمة النصر في الاستعمال القرآني، كلمة النصر في الاستعمال القرآني في كتاب الله عز وجل أتت على 4 أوجه. الوجه الأول المنع. الوجه الأول المنع، قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، أي ولا هم يمنعون. والوجه الثاني تأتي كلمة النصر في معنى العون، في معنى العون والإعانة من الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. والوجه الثالث الظفر، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. والوجه الرابع الانتقام، قال ربنا سبحانه وتعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه، أي يعني انتقم بعد ظلمه. كذلك من الأمور ما الصلة بين الفتح وبين النصر، كما معنا في هذه السورة الكريمة. فالنصر هو الإغاثة والإظهار على العدو. النصر هو الإغاثة والإظهار على العدو، والفتح هو إظهار على العدو بفتح البلاد دون إغاثة. هو الإظهار، الفتح على العدو بفتح البلاد دون إغاثة. كذا إذا عرفنا النصر، فما هو أنواع النصر؟ أنواع النصر نوعان: نوع محمود ونوع مذموم. والنوع المحمود له صور، منها نصر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ألم نسمع إلى قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمدا وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته، لئن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرنه. ويستفاد من الآية علو مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الأنبياء عليه السلام. هذا من صور النصر، بأن ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أخذ علينا الميثاق. كذلك من صور النصر المحمود نصر المظلومين والمستضعفين، وربنا سبحانه وتعالى حثنا على ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل من لدنك نصيرا. نصرة المظلومين. ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام الناصرين لدعوته صلى الله عليه وسلم ولكل مستضعف. وكما أخذنا سابقا في بداية الحلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر خزاعة وهي حلفه
في فتح مكة نصر خزاعة على بني بكر. كذلك النوع الآخر وهو النصر المذموم الذي نهينا عنه، وله عدة صور. من تلك الصور نصر المعبودات من دون الله عز وجل، نصر المعبودات من دون الله عز وجل. ألم نسمع على بعض قوم إبراهيم على لسانهم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، حرقوه وانصروا آلهتكم. وكذلك من صور النصر القبيحة والتي نهينا عنها نصر أعداء الأمة على الأمة، وهي عادة أهل النفاق والشقاق. قال ربنا سبحانه وتعالى عنهم: ألم تر إلى الذين نافقوا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. النصر المذموم بأن تنصر أعداء الأمة بلسانك وبرأيك وبقولك وبفعلك وبمالك، كل ما يسبب أذى للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوة الإسلام ولأهل الإسلام هو من النصر المذموم الذي نهينا عنه. إذا أن أردت حسنات وإن أردت أن تنصر الله فانصر دين الله سبحانه وتعالى بالقول والفعل، وأقل وأدنى ذلك هي النية التي في القلب، بأن تميل وأن تفرح بنصر الله وبنصر المؤمنين. أدنى النصر هي أن تفرح بقلبك وأن تعقد النية في قلبك بأن إن مكنت أن تنصر الله سبحانه وتعالى، وإنما الأعمال بالنيات. من سنن النصر توجد سنن وقواعد كونية لهذا النصر، وربنا سبحانه وتعالى هو الحاكم فيها. من تلك السنن الابتلاء قبل النصر. معنى الابتلاء هو الاختبار، أن الله سبحانه وتعالى إن أراد أن ينصر قوما أو عبدا ابتلاه، فإذا ابتلاه مكنه ونصره. قال ربنا سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم في بادئ دعوته كانوا يأتونه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: يا نبي الله استنصر لنا. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن يحكي لهم أخبار من قبلنا بأنه كان يؤتى لأحدهم ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشقه شقين على أن يترك دينه ما ترك دينه ولا شعره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمستضعفين: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر صحابته. هل عجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه وأن يدعو بأن يفك القيد عن صحابته وعن يرفع البلاء عن صحابته؟ بلى، لكنه درس لأن الإنسان إن أراد أن يمكن لا بد أن يختبر ويمحص. ولما يأتكم مثل الذين خلوا، هذا الدين ما وصل إلا بالتضحيات، ما وصل إلا بالتضحيات وما وصل إلا بالابتلاء. كذلك من سنن النصر وقواعده سنة التدافع. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. سنة التدافع، الكر والفر بين الحق والباطل، بين الخير والشر، تارة ننصر وتارة نهزم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر في فتح مكة، نصر في غزوة بدر، ثم نبينا صلى الله عليه وسلم أصيب وتم هزيمة المسلمين في غزوة أحد، ثم ابتلي في غزوة الخندق، ثم ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بلاء شديدا من فوقه ومن تحته ومن خلفه ومن يمينه وعن شماله، حوصرة المدينة في غزوة الخندق ابتلاء. ثم نصر نبينا صلى الله عليه وسلم بالنصر المتوالي ابتداء من صلح الحديبية وانتهاء إلى فتح مكة. هذه هو سنة التدافع بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين أهل السنة وبين أهل الشر والفساد وغيرهم. كذلك من السنن سنة التغيير. إن أراد الإنسان أن يمكن وينتصر يغير ما بنفسه وما بقومه. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سنة ثابتة، سنة التغيير، أن يبدأ التغيير من نفسك أولا ومن بيتك أولا، ثم يكون التغيير خارجا وتابعا لذلك. أن نبدأ التغيير أعزائي المشاهدين من أنفسنا ومن بيوتنا. والذي يريد أن يفتح له في رزقه وفي دينه وفي دنياه فليبدأ بنفسه، وأنا أولكم. نبدأ بأنفسنا أعزائي المشاهدين، نبدأ في بيوتنا بأن نتغير وبأن نغير، بأن نتغير في أنفسنا وبأن نغير غيرنا ومن نعول ومن نحب، وذلك من باب زكاة العلم. لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النصر لا يأتي لأناس ضعفاء، لا يأتي لأناس دنيئي الهمة، قليلي الهمة، ضعيفي الإرادة، لا يأتي لأناس مفرطين، لا يأتي لأناس لا يعرفون الله إلا في الشدائد، لا يأتي النصر لأناس ضعيف هزيل، ضعيف الإيمان، فارغ الروح، بليد الفكر. لا يأتي النصر لمن يتصف بكل الصفات، يأتي النصر لمن قوى قلبه بالإيمان، لمن توكل على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه سيمحص ويختبر ويبتلى ثم يأتيه النصر. واعلم بأن مع العسر يسرا وبأن مع الشدة الفرج. من أسباب النصر أولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا. الإيمان هو الوقود وهو إكسير الحياة الذي يدافع الإنسان به نفسه ويخوض به غمار الحياة. هذا الوقود الذي في قلبه، هذا السراج المنير هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب النصر طاعة الله ورسوله. لا ينصر قوم كانوا ساخطين على الله سبحانه وتعالى ورسوله، لا ينصر قوم يبغضون الله ورسوله وصحابته وأهل سنته، لا ينصر قوم. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذا يقودنا إلى النقطة الثالثة والسبب الثالث من أسباب النصر: الصبر. الصبر. لا يأتي النصر لقوم مستعجلين،
لا يأتي النصر لشخص متعجل، لا يأتي النصر لمن كان قليل الصبر. قال ربنا سبحانه وتعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. قال ربنا: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هذه ما وردت في غزوة بدر. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. لاحظوا أعزائي المشاهدين آيات كلمات الصبر تتردد في هذه السورة وفي هذه الآيات الشريفة، والتي يعقبها النصر من عند الله سبحانه وتعالى. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وأن النصر مع الصبر. كذلك من أسباب النصر الدعاء سلاح المؤمن. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. النتيجة: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. الدعاء هو سلاح المؤمن. كذلك من أسباب النصر ذكر الله. لا يأتي النصر لقلب غافل ساه لاهٍ فارغ من ذكر الله ومحبته. النصر يأتي لقلب عمر بالإيمان ولسان عمر بذكر الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كذلك من أسباب النصر الثبات. لا يأتي النصر لضعيف الهمة، ولا يأتي النصر لإنسان يتململ من تأخر النصر والإجابة. ولذلك قرن سبحانه وتعالى بين الثبات والنصر في الآيات السابقة: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. فالصبر قرين الثبات. كذلك حديثنا عن عوائق النصر. ما الذي يمنعنا بألا ننتصر على أنفسنا بداية وشهواتنا وانتهاء على أعدائنا؟ من عوائق النصر التنازع والاختلاف. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا الصحابة، هذه الآيات في الصحابة الذي أعجبوا بكثرتهم فما كان إلا فما وليتم مدبرين. كذلك من عوائق النصر المعاصي والذنوب. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقال ربنا سبحانه وتعالى في موضع آخر: وما أصابكم
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال في موضع آخر: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وكذلك قبل الأخير البطر والرياء، من أسباب وعوائق النصر البطر والرياء، الغرور، التكبر. قال ربنا: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وأخيرا الاستعجال، من عوائق النصر الاستعجال. قال ربنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وربنا أمر ختاما أمر نبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اللهم انصرنا على شهواتنا وانصرنا على أعداء الدين. اللهم اجعل كلمة الحق والإسلام خافقة عالية في كل حين وفي كل بقعة يا رب العالمين. اللهم أصلح أنفسنا وذواتنا وأهلينا وأولادنا. أعزائي المشاهدين، إلى لقاء آخر، أدعكم في حفظ الله وعنايته ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء